بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة من اتبعه إلى يوم الدين. الاحتواء الكروي القاتل المميت، الغاز الرياضة المصرية، لوغاريتمات الرياضة المصرية. مما لا شك فيه إن موسم 2025-2026 هو الموسم الأسود في تاريخ الرياضة المصرية بقيادة أبو ريدة ومجاهد. هل من المنطق إن فريق يتسلل من المركز الخامس أو السادس إلى قمة الدوري؟ هل من المنطق إن الأهلي يفوز على الزمالك رايح جاي بجدارة وبالرأفة، والزمالك يفوز بالدوري؟ هل من العدل إن أمين عمر يحكم للأهلي 5 ماتشات في الدوري المصري ومنهم خسر الأهلي نقاط، وكان الأهلي هيخسر امبارح بسبب طرد صحيح، لكن لا يستطيع أن يطبقه مع نادي الزمالك أو هو أو أي حاكم تاني، وهو حكم الزمالك ازاي؟ لكن هما طردوه، الزمالك طرده بعد تعيينه حكم مباراة الزمالك وسيراميكا. الزمالك طرده من تحكيم المباراة. احتسب 15 فاول على الأهلي، منهم أكتر من 12 فاول ليسوا مستحقين. تغاضى عن انذارات للاعبي المصري، منها واحدة مصطفى العيش كان هيموت فيها طاهر محمد طاهر. وافق إهانته الشخصية وضعف شخصيته في اعتراضات لاعب المصري دون توقيع عقوبة إدارية على اللاعب. هما فرحانين، من حقهم يفرحوا، لأن بالدفاتر والورق هم أبطال الدوري، لكن بعدالة السماء وحق ربنا الأهلي بطل الدوري. المهم مفيش عدالة في التحكيم.